بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه الحلقة، ونعرض عليكم فيديوهات المراقبة الأمنية من على كوبري جسر القرم كما أفرجت عنها السلطات الروسية. وكما سنعرض هذه فضيحة، روسيا كانت تقول هنا صواريخ دفاع الاس 400 والاس 300 ولا تستطيع نملة أن تقترب من هذا الجسر أو تقترب، وفي دلافين تحت الماء. الحكومة الروسية تقول أنه جرى تفجير هذا الجسر بشاحنة ملغومة، لكن تحليلي أنه جرى تفجير الجسر بألغام تم زرعها أسفله، والمخابرات الروسية نائمة كما سنعرض عليكم الآن من خلال الصور. تعالوا نبدأ ونرى أولا الفيديوهات. هنا الجسر كما نشاهد، وهنا السيارة التي تزعم السلطات الروسية ان هي شاحنة انفجرت وادت الى انهيار جسر القرم. تعالوا نشاهد. وهنا فيديو الجسر بعد انهياره، وكما سنشاهد هنجد يا جماعة ان الخطوط البيضاء سليمة تماما. انظروا حضراتكم، يعني لا يوجد عليها اثار احتراق ولا اي شيء. لو السيارة هي اللي انفجرت كانت هذه الخطوط تضررت، في دخان لكن انت تلاحظ الجسر نظيف تماما من الاعلى. طيب، وهنلاحظ امر كمان ايه؟ الموجة الانفجارية، ان هنا العمود ده اتجه للايه؟ الحديد اتجه للداخل، وفي حديد اتجه للخارج. مفروض لو السيارة فوق الجسر، يفترض ان يدي دي كوباية مثلا وانفجرت داخلها قنبلة، القنبلة هتعمل ايه؟ هتفجرها للخارج. فأعمدة الجسر هكذا، لو القنبلة في الوسط هتفجره للخارج، لو القنابل في الخارج هتفجره للداخل، او يبقى اتجاه المعدن ينثني للداخل. تعالوا نشاهد. طبعا حضراتكم ونحن نشاهد هذا الفيديو هنكرره مرة أخرى، هنجد إنه فيه كسرين في الكوبري. يعني هذا هو الكسر الأول، فلو افترضنا السيارة وقعت هنا، إزاي يحصل أيضا الكسر الموجود هنا؟ يعني فيه انهيارين في الكوبري من مكانين، في 3 أماكن. أنا عرضت في الفيديو السابق 3 أماكن، الفيديو ده لا يوضح، لكن الفيديو نشرته من قبل 3 أماكن والسيارة مكان واحد. تعالوا نشاهد الفيديو مرة ثانية. تعالوا الآن نشاهد فيديو ثالث من كاميرات المراقبة. А мне кажется, вообще 2 взрыва было, нет? Просто если бы это была ракета, оно бы и этот задело, и второй мост. В любом случае. تعالوا الآن نشاهد الفيديو الذي يجزم أو يقطع من وجهة نظر هذا تحليلي
أنه كانت ألغام أسفل الكوبري في الماء من ناحية الماء يعني هي التي انفجرت. تعالوا نشاهد هذا الفيديو أولا ابتداء. Пиздец называется. Оно, блядь, развалилось. Пролет упал. Но я посмотрю, не могу связаться и включить все. السلطات الروسية تقول أنه في شاحنة، اللي هي هذه الشاحنة هي اللي كانت محملة بالمتفجرات. الكلام ده غير صحيح. لماذا؟ حضراتكم أنا قمت بإبطاء شريط الفيديو لانفجار هذا، ويتضح لدينا حركة الضوء. هنجد ملاحظتين خاصتين بحركة الضوء توضح أن الانفجار تم من أسفل الكوبري. بداية هذه اللحظة أو جزء بسيط من الثانية، الكوبري لم يكن فيه، كان إضاءة خفيفة، ولما حصل الانفجار الإضاءة أصبحت قوية. سنجد من أين يأتي مصدر الضوء. من أين مصدر الضوء؟ مفروض لو أن هذه السيارة هي التي تنفجر، لو هذه السيارة هي المحل الانفجار، هنجدها الضوء بيشع منها. هل تجدون في أي ضوء يشع منها؟ على الإطلاق. احنا هنجد حضراتكم في ضوء فين؟ في ضوء هنا في الكوبري من أعلى، في الضوء زاد هنا، الضوء زاد في القوس الكوبري من أعلى، في ضوء حتى جاء أمام الكاميرا. انظروا دي الكاميرا اهي، في ضوء ظهر أمام الكاميرا، في أضواء جاءت هنا، في أضواء زادت هنا كما تشاهدون. يعني أنت عندك أضواء في كل اتجاه. تعالوا نشاهد هذا الفيديو على البطيء. إذا هذه اللقطة توضح أن هذه السيارة لم تكن مصدر الضوء، ضوء الانفجار نفسه. طيب نأتي إلى الصورة الثانية. الصورة الثانية هذه أيضا لقطة أنا وقفت يعني أخذتها بصورة البطء. إذا افترضنا أن السيارة اللي هي هنا هي مصدر الانفجار، مفروض يحصل إيه؟ مفروض ضوء هيطلع تجاه الكاميرا وهكذا وفي كل الاتجاهات. لكن واحنا هنشاهد الفيديو مرة أخرى هنجد إنه إيه؟ إن إحنا فيه لا يوجد ضوء. شوفوا أمام الكاميرا فارغ، كل المسافة دي وأنت ماشي مع الكوبري لا يوجد ضوء. طب وفي ضوء جاي منين؟ من ورا الكوبري. انظروا من خارج الكوبري، في يعني الموجة الانفجارية هتأتي من خارج الكوبري وتبدأ تعبر لهذا الجانب، وبعدين ثم هيبدأ الموجة الانفجارية تأتي من المنتصف. افترضوا ان انا السيارة اهو، انا محل التفجير. لما انفجر هعمل ايه؟ هطلع ضوء ناحيتك وضوء على الجناب وضوء ورايا، يعني في كل الاتجاهات. طب لو انا الكوبري والتفجير بيحصل ورايا، انا جسم الكوبري، فايه اللي هيحصل؟ الضوء لن يأتي مني الى الكاميرا، هي الكاميرا اللي بتصورني. انما الضوء هيعمل ايه؟ الضوء هيجي من ورايا، هيبقى في يميني ضوء لانه الانفجار هيخرج كده والخلف ويخرج، يعني اضواءه تخرج او الانفجار تخرج من ناحيتين، ولكن امام الكاميرا فارغ. فهمنا؟ وهذا الذي نجده في هذه الصورة، انه امام الكاميرا كما تشاهدون رؤية الكاميرا نقية جدا، حتى جايبه السيارة ومصورة كل حاجة.
في حين ان الكاميرا لا تستطيع ان ترى في الجانب. فلماذا هنا الضوء موجود هنا اكثر وغير موجود هنا؟ ولو دققنا هنجد انه في بياض شديد في اسفل، قادم من اسفل الكوبري اهو. هذا البياض ليه؟ لانه الانفجار في الاسفل. انظروا، دي معناها ارتفاع درجة حرارة. فمعناها انه حصل، هذا هو الكوبري، القنبلة تحته وقنابل في اكثر من مكان، وجرى تفجيرها في وقت واحد، سواء في القطار سواء في هذه، وجرى تفجيرها في وقت واحد. فبدأ الضوء يخرج من تحت الكوبري ويمشي هكذا ويبدأ يمر يمين وشمال. تعالوا نشاهد الفيديو مرة أخرى. Пиздец называется. Оно, блядь, развалилось. Пролет упал. Но я посмотрю, не могу связаться и включить просто. حضراتكم هنا لقطة أخرى من الفيديو. تلاحظون أن أمام الكاميرا فاضي، حتى الكاميرا شايفة فين مصدر الانفجار. لو مصدر الانفجار مكان السيارة هنا، كان المفروض هيجي لنا ضوء هنا على طول. لكن انظروا الضوء وصل لفين. الضوء فينا ضوء شديد، لهب شديد جاي في الجانب، وفي لهب شديد جاي في الجانب، ولهب شديد. النار طالعة من أجناب الكوبري، فالنار خرجت من أسفل الكوبري وبدأت تدخل على الكوبري. وفي نار طالعة من الأجناب. الكوبري زي شارع الكوبري نفسه فاضي، ما فيهوش نار، أجنابه فيها نار. لو الكوبري الانفجار من فوقه كان هيضرب، كان الكوبري نفسه هيشتعل بالنار. لكن النار اشتعلت فين؟ أو الانفجارات والموجة الحرارية والضوء جاي من أسفل على الأجناب، وبعدين هتركب الكوبري نفسه. فهمنا الصورة؟ شوفوا الصورة، صورة معبرة جدا. تعالوا حضراتكم لهذه الصورة مرة أخرى. هتجدوا لا يوجد أي آثار للاحتراق أو للنار على الخطوط المرور بتاع الكوبري. يعني أدي العلامات البيضاء نظيفة تماما، حتى هنا الإرشادات البيضاء نظيفة تماما. حتى أهو انظروا أهو، يعني ده قريب من مكان الانفجار أصلا، لكن سليم تماما. هنجد فيه تضرر في الأسفل، هنا آثار انفجار أهو في الأسفل. وهنجد هنا الخطوط البيضاء سليمة تماما، أنا شايفها. هنا ممكن يكون حصل انفجار من أسفل من أعلى، الله أعلم، لأن ده بنزين فممكن يكون انسكب يعني. طبعا يا جماعة هذا هو المكان اللي حصل فيه انفجار الكوبري كما تشاهدون. هذا هو الكوبري. الكوبري ده هذه هي تعتبر هجمات 11 من سبتمبر بالنسبة لروسيا. هذه لطمة على وجه بوتين، لطمة على وجه روسيا نفسها، إهانة لروسيا كما أهينت أمريكا في هجمات 11 من سبتمبر. ولكن هذه إهانة أشد، لأن روسيا قالت إنه مستحيل أصلا ذبابة تطير فوق هذا الكوبري كما سنعرض عليكم الآن. طيب حضراتكم نرجع مرة أخرى لأسلوب الانفجار. هتجدوا إنه الكوبري سقط لأسفل عادي، ما هو هيقع فين يعني. لكن الأعمدة قائمة مستقيمة كما هي. أصلا لو حصل انفجار هنا، لو صوابع حصل انفجار هنا، الانفجار يعمل إيه؟ هيفتحها، الموجة الحرارية تطردها للخارج. لكن عدم إن الأعمدة ثابتة كما هي معناها إنه الانفجار لم يكن في الأعلى، الانفجار كان في الأسفل.
لو لاحظتوا حضراتكم ان كان في قنابل او الغام راكبه اسفل الكوبري تحت هنا، فحصل كسر في الترابزين بتاع الكوبري على الجانبين، وفي هنا ترابزين اهو حصل فيه انفجار في الكوبري من الاسفل، فهتجد ايضا في اثار للموجه الحراريه تحطم للخارج، تهشم للخارج. انظروا نفس الحكايه يا جماعه. هنا بقى الاوكرانيين يعني بيسخرونا من بوتين، لان بوتين كان عامل عيد ميلاد، فحطوا له يعني اوكرانيا كبيره ومغمضين له عينيه وكاتبين رقم 70، لانه هو عم محتفل بعيد ميلاده ال70 بالامس يعني. هنا حضراتكم الاعلام الروسي كان يقول انه مستحيل احد يقترب من جسر القرم، ده احنا عاملين عليه دفاعات جويه وحراسه واستخبارات الى اخره، ورسمين الكلام ده. تعالوا ناخد الرسمه اللي هم عاملينها. شوفوا بقى كاتبين لك ايه. احنا اولا بنراقب جسر القرم بالاقمار الصناعيه. شوف كل حاجه مرصوده بالاقمار الايه الصناعيه. طيب وواضعين 15 نوع من الدفاع، يعني كاتبين مثلا كل حاجه 16 نوع، 17 نوع، رقم 17، يعني 17 وسيله دفاعيه. فبيقولوا لك انه احنا اولا مركبين ادي ايه دفاعات جويه اهي على الجانبين، يعني لو اي طائرات جت تقترب الدفاعات الجويه على طول تسقطها. طب لو درونز ولا طائرات بدون طيار، فيه ناس حاملين اربجيهات اهي ولا على الكتف، دفاع جوي محمول على الكتف واقف على الناحيتين. وهنا مثلا حاجات ضد الدرون، وهنا ادي اس 400 بتاعتهم ولا اس 300، وهنا واضعين رادارات، وهكذا. يعني شوف اكثر من دفاعات جويه كثيره جدا. طيب يا عم بوتين كده انت خلصت؟ لا 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 لا، ده هم عاملين طائرات كمان تراقب من الجو حضراتكم. طيب وفي سفن تراقب من الماء اهي، عشان ايه؟ اي سفينه تقترب بتاع كلام من هذا القبيل. وفي غواصين، ادي غواص، يعني في غواصين موجودين. لا وفي ايه بقى؟ دلافين مبرمجه لاكتشاف الالغام او اي شيء. فالاعلام الروسي الحكومي كان يقول ان لدينا 17 وسيله دفاعيه لمنع اي احد انه يفجر جسر القرم. لا ذبابه تطير فوق جسر القرم. السؤال: كيف وصلت اوكرانيا الى جسر القرم وقامت بتفجيره ووضع الالغام من الاسفل؟ انا اعتقد انه المساله اشترك فيها طائره اوكرانيه. لماذا؟ تعالوا نشاهد الصوره التاليه. هنا صحيفه البرافدا الاوكرانيه، والمخابرات الاوكرانيه يعني مصدر منها يقول لهذه الصحيفه ان هي التي فجرت الجسر. ويعني اوكرانيا بصدد ان هي تعلن ان هي التي فجرت الجسر، لان وزاره الدفاع الاوكرانيه قالت مبروك، احنا قبل كده اغرقنا الطراد او السفينه موسكوفا قائده اسطول البحر الاسود، والان هذه الهديه الثانيه هي نسف جسر القرم. فما الهدف الثالث؟ يعني وزاره الدفاع الاوكرانيه كما سنرى تقول نحن الذين نفذنا هذا الهجوم. طيب هنا اداره امن الدوله، المخابرات الاوكرانيه يعني، وراء تفجير جسر القرم، وفيه مصدر مطلع يقول هذا. وبعدين نشروا هذه الصوره اللي هي صوره من طائره. هتجد حضرتك ان في تصوير من طائره، في طائره بدون طيار، لانه حضراتكم هذه الكاميرا يا جماعه دي كاميرا من اعلى الكوبري، يعني هتجد انها بتصور الكوبري اسفلها. فالكاميرا دي ممكن تكون مثلا على ارتفاع كيلومتر عن الارض ولا 700 متر او شيء من هذا القبيل، وبتراقب عمليه التفجير. فواضح انه كان في طياره بدون طيار او شيء من هذا القبيل متواجده في مكان الحادث، وعند مرور القطار قامت باعطاء امر التفجير او بشيء. يعني هي في اهي الكاميرا دي بتقول في طائره اوكرانيه كانت موجوده في مكان الحادث، تدل على ذلك. فهمنا؟ طيب هنا في صحيفه البرافدا الاوكرانيه: لا يستطيع الروس التنبؤ موعد استعاده جسر القرم، تم الغاء جميع القطارات المتجهه الى شبه الجزيره. وطبعا السلطات الاعلام الروسي قالوا ان احنا شغلوا عباره تنقل السيارات الى شبه جزيره القرم. طبعا سكان شبه جزيره القرم اتجهوا الى البنزينات، كل يمون عربيته بالبنزين، وفي مشاكل في الطعام. الحكومه الروسيه اصدرت قرار ان اي مواطن في شبه جزيره القرم لا يحق له ان يشتري مستلزمات غذائيه اكثر من 3 كيلو جرام فقط. تخيلوا. هنا بعض الاوكرانيين يسخرون يقول لك ان هذا هو الدفاع الجوي الروسي الذي كان يدافع عن جسر القرم.
هنا وزارة الدفاع الأوكرانية حضراتكم علقت، ادي الحساب الرسمي بتاعها على تويتر، تقول: سقط أو أغرقنا طراد الصواريخ الموجهة موسكوفا وجسر كريتش، وهما رمزان سيئان السمعة للقوة الروسية في شبه جزيرة القرم الأوكرانية. ما التالي في خطتنا؟ هنا في وكالة ريا نوفستي الروسية الحكومية أعادوا المسألة، قالوا انفجرت شاحنة على جسر القرم، وقالوا إنه سبب الكارثة دي كلها إن في شاحنة فيها متفجرات وانفجرت. أنا طبعا تحليل إن هذا الكلام غير صحيح. غير يا جماعة، الرئيس الروسي بوتين بيعتبر هذا الجسر من إنجازاته الكبيرة، ضم شبه جزيرة القرم مهمة جدا لروسيا، وإقامة هذا الجسر ربط شبه جزيرة القرم بالوطن الأم روسيا. فهذه صفعة قوية جدا على وجه بوتين الرئيس الروسي. ويعني لما تدخلوا على المواقع الإلكترونية الروسية وتخلوا جوه اللي يترجم لكم التعليقات، تجدوا سخرية شديدة، والمواطنين الروس يقولون: نحن لا نثق في قيادتنا، كيف جرى قصف الجسر، كيف جرى تدميره، أين المخابرات، أين الدفاعات، أين الغواصين، أين 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 أين. فهناك انهيار في شعبية بوتين، هناك فقدان للثقة في بوتين. هذا الذي جرى هو يشبه هجمات 11 من سبتمبر في أمريكا. فهذا يدل لا في مخابرات في روسيا، ولا في جيش، ولا في دفاع جوي، ولا في غواصين، ولا في سلاح بحرية، ولا أي شيء. كيف وصلت أوكرانيا لهذا المكان ووضعوا المتفجرات والطائرات بتاعتهم وصلوا وفجروا وكل حاجة تمام التمام؟ طبعا هذا ما ستكشف عنه الأيام المقبلة. فهذه صفعة شديدة. في الختام بعض الناس أنا أستغرب منهم، يقولوا لي: أنت اكتبوا في التعليقات أنت فرحان باللي بيحصل في روسيا وبوتين، ونسيتم وتنسون أن الطائرات الروسية الآن بتقصف في المسلمين في شمال سوريا. نسيتم 4 مليون مسلم، أطفال ونساء عزل، ينامون في العراء في شمال سوريا. أنا هترك لكم هنا فيديو لطفل سوري، اسمعوا هذا الطفل ويقرأ القرآن وينشد ويحكي قصته. أبوه تزوج بأمه، عريس جديد، وقتل في قصف روسي، والطفل ولد يتيما. أمه تزوجت، شابة صغيرة، تزوجت برجل آخر، أنجبت 3 أطفال، وحبت تاخد الولد ده وتسافر إلى أوروبا مع زوجها الجديد وأطفالها 3 الجدد. أبو جده وجدته رفضوا فخلوه معاه. والدته غرقت في البحر، وأصبح الطفل يتيم الأب يتيم الأم. اللهم لعن بوتين يا رب، يا رب أذقه ما أذاقه لأطفال المسلمين في سوريا، اللهم آمين. أرجو أن تشاهدوا هذا الفيديو، والله أنا بكيت لما شاهدته يعني. هنا فرز فيديوهات على اليوتيوب، أرجو مشاهدتها. أسفل الفيديو رابط صفحات على الفيسبوك وتويتر، ورابط قناة على التليجرام، أرجو الاشتراك فيها. هنا فيديوهات الوثائقية التاريخية، أرجو أن تشاهدوها، الأهميات في مجال التاريخ. أرجو منكم الاشتراك في القناة بالضغط على هذا الزر. وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.